السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي مكونات أكلتنا النهاردة. هنعمل صينية بطاطس باللحم. عندنا البطاطس مجهزينها وقطعناها ترانشات متوسطة، لا هي رفيعة ولا هي تخينة. وعندنا طماطم وعندنا بصل وتوم، وطبعا التوابل بتاعتنا ملح وفلفل أسمر وبابريكا، كزبرة، أي نوع من أنواع البهارات اللي انت بتحبيها. هناخد كده الطماطم بتاعتنا وهنضربها في الخلاط، ونحط فيها قرنين فلفل كده، نضربها كويس. ونضرب معاهم، نحط برضو شوية توم، ونضرب كده كويس. في تركة بنعملها في البصل بتاع البطاطس عشان يدي طعم حلو. ناخد البطاطس كده مع شوية التوم النيين، وبنضيف عليه ملح، شوية ملح كده، ونضيف عليه شوية فلفل أسمر. دول أهم تابلين يعني معانا. ونضغطه بقى كده كويس. بعد ما دعكنا البصل بالفلفل الأسمر بالملح كويس كده، هنحطه كده في الصينية ونجهز. وطلعنا طبعا البطاطس بتاعتنا. انا كده ضفت كمان قرنين فلفل حطهم. انا بحب الحاجه تبقى سبايسي. وهندعك بقى الخليط ده كله مع بعضه كويس. ندعك كويس بحيث ان البصل ينزل كل ميته، تتشبع بيها البطاطس. طريقه سهله وبسرعه يعني سريع. هجيب كده الشرشه اللي احنا حطينا في الطماطم، وبرضه هتبل الطماطم كده. هحط فلفل اسمر وهحط ملح، بس هراعي برضو ان انا حاطه ملح في البصل. اجيب مكعب مرق دجاج كده افرغه فيها، كويس الملح بتاعنا، واروح نازله كده بالخليط كله على البطاطس. وزودها كده. عندي كوبايه شوربه ميه المتواجد عندك. احط كده الشوربه في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. واغطيها وعلى فرن البوتاجاز على نار متوسطه. في الاول تبقى عاليه وبعد كده متوسطه. نسيبها تاخد وتدي بشكل ودي. قبل ما نحطها في الفرن هنحطها على البوتاجاز يمكن على ربع ساعه كده او 10 دقايق، وبعد كده نحطها في الفرن. هجيب اللحمه كده اطلعها بعد ما اتسلقت 3 تسويه، ارش عليها رشه ملح صغيره كده ورشه فلفل اسمر. بعد كده اجيب صينيه البطاطس، هي لسه ما سويتش تسويه كامله اهي، واروح رصه القطع اللحمه فوقيها كده. اروح جايبه معلقه سمنه بلدي وعلش كده، وندخلها الفرن على نار متوسطه كده. نص بتاع البطاطس دوت على الشمال.
على الفرن. احطها من على وش، ولو لقيت البطاطس لسه مفرجه اغطيها من فوق واسيب النار من تحت. لو لقيتها كل طبعها ما ينطقش. دلوقتي صينيه البطاطس استوت قدامي، يبقى فيها نشف. بسم الله الرحمن الرحيم.